تعرفت على بزاف ديال الناس اللي هاجروا من المغرب للميريكان وداروا بزاف ديال الفلوس انتقلوا من والو المليون دولار، ولكن في الحقيقه هي ان التحول الكبير اللي وقع لهم ما جاش من بعد مليون دولار، لا ماشي حتى من بعد 100,000 دولار. التغيير الكبير تيجي من بعد 10,000 دولار. هنا فين تخرج من الخوف، تخرج من التوتر وتدخل لواحد العالم ديال الثقه، واحد العالم ديال الهدوء والسيطره. واليوم غادي نشرح لك بالتفاصيل علاش وكيفاش استراتيجيه ديال 10,000 دولار ممكن تبدل حياتك حتى انت. 10,000 دولار هي اول اختراق عقلي حقيقي فكر فيها مزيان. تقدر تكون قريتي بزاف ديال الكتب على الفلوس، سمعتي وتفرجتي في ناس على اليوتيوب تيهضروا على الميزانيه، الاستثمار، الادخار، ولكن حتى تشوف خمسه الارقام قدامك في حسابك البنكي ملي تشوف 10,000 دولار بلا ما يكون فيها السلف ولا كريدي ولا شي فلوس وحدين اخرين، حتى لهاد اللحظه عقلك راه باقي ما مستوعبش، مازال ما مصدقش فعلا هادشي ممكن يوقع لك. راه كاين واحد الفرق كبير بين انك تعرف شي حاجه فكريا وتعيشها وتلمسها وتحس بيها ماديا. ملي تدوز 10,000 دولار كتولي ماشي غير تقول هادشي ممكن، لا، ولكن تولي تقول انا اللي درتو، انا اللي بنيتو بيديا، ماشي صدفه ماشي حظ. في ديك اللحظه كيوقع واحد التحول عميق في العقل ديالك، ما تبقاش تفكر بحال الناس اللي ما عندهمش فلوس، تولي تفكر بحال الناس اللي تيصنعوا الفلوس. هذه راه ماشي لحظه عاطفيه، هذه اللحظه اللي تتبدل فيها الهويه الماليه ديالك. ما تبقاش تقول انا من الناس اللي ما عندهمش، تولي تقول انا من الناس اللي تيخلقوا وتيصنعوا واحد الثروه خطوه بخطوه. وهذا الايمان الجديد كيعطيك واحد الوقود عقلي ونفسي باش تكمل الطريق. ما تبقاش تخاف من المستقبل، ما تبقاش تقول هذا مستحيل، تولي تامن براسك، تقول الا وصلت ل 10,000 دولار راه ممكن نوصل ل 100,000 دولار. في هذه المرحله الفلوس ما تتبدلش غير الحساب البنكي، تتبدل الطريقه ديال التفكير ديالك وتتبدل حياتك كامله. هذا الايمان تيبدا يغير السلوك ديالك. ملي تتكون مزير كل مصروف كيبان لك فيه تهديد، تتخاف انك تصرف 50 دولار، تتراجع راسك بزاف المرات قبل ما تمشي عند الطبيب، وتتعيش بحال كل حاجه في هذا العالم راه تتلعب ضدك. ولكن ملي تكون عارف ان عندك 10,000 دولار محطوطه ومرتبه، تتولي تفكر بواحد الطريقه مختلفه تماما، كتبدل العلاقه ديالك مع الفلوس. ما تبقاش تقول اش غيوقع ليا الا وقفت السياره ديالي، كتولي تقول الا خسرت الطوموبيل عندي الحل نقدر نصلحها. هذه راه ماشي ثقه زايده، هذه اول جرعه حقيقيه من الراحه الماليه. تتحس براسك لاول مره انك ما عندكش مواجهه مع الحياه، ولكن واقف جنبها، تتقول انا مستعد، ما غاديش نطيح من اول مشكل. حتى شي اشياء صغيره تتبدل السلوك ديالك. ما تبقاش تجري مورا واحد الكورس وهمي في التيك توك كيقول لك غدير مليون دولار في الشهر. ما تبقاش تضيع فلوسك في النصائح الخاويه ديال الثراء السريع، وتتفهم بواحد الهدوء انا اللي مسيطر على فلوسي ماشي الفلوس هي اللي مسيطره عليا. وهاد السيطره تتخلق واحد الشعور جديد، ماشي لانك غني لا، ولكن لانك خلقتي وبنيتي واحد المساحه تتخليك تنفس وسط الضغط المالي. الناس تفكر انك خاصك 12 شهر من المصاريف مخبيه، ولكن في الحقيقه انت راه خاصك غير تبدا. والبدايه الحقيقيه هي اول 10,000 دولار. ملي تتملكها تقدر توقف وتقول بكل ثقه انا قادر نتعامل مع الحياه بلا دور، بلا توتر، بلا خوف، بلا عشوائيه. العادات اللي وصلتك ل 10,000 دولار هي نفس العادات اللي تقدر توصلك لواحد الرقم كبر منه. واحد الحاجه خاصك تفهمها مزيان، راه ما كاينش شي واحد غير جا وطاح ولا بالغلط وجمع 10,000 دولار، لا راه ما كايناش. هذه راه ماشي صدفه، ماشي ضربه حد. باش توصل لهنا راه درتي واحد المجهود، دربتي عقلك، بنيتي نظام، تخطيط درتي، انضباط مارستيه. انا تنقولها لك انت بوضوح، ما وصلتيش لهنا حيت هادشي كان ساهل ولا هاد الشهر كان ساهل، وصلتي حيت كنتي مستعد تحط واحد النظام واحترمتيه. ممكن عندك واحد النظام بسيط، تحويل من واحد اوتوماتيكي من واحد الحساب لواحد الحساب، ولا حطيتي واحد الجدول ديال المصاريف واقعي ومفهوم. راه 10,000 دولار ماشي غير رقم، هو برهان ودليل انك بنيتي واحد العادات ومشيتي على واحد الطريق، وان النظام ديالك خدام وبدا تيعطي النتائج ديالو. وهادشي هو المفتاح. ما خصك تغير النظام ديالك، خصك غير تكمل عليه وزيد فيه شويه ديال الصبر وشويه ديال الكثافه، لانك في طريق النجاح. و10,000 دولار ماشي هي فقط النهايه، بل هي البدايه. ملي تتجمع 10,000 دولار تدوز من واحد المرحله غير نبقى عايش، المرحله كنفكر بواحد الطريقه استراتيجيه. في الاول قبل ما توصل ل 10,000 دولار كان كل دولار تيبان لك فيه خطر، كتحسبو تعاود تحسب، وكل مصروف صغير كيجيك فيه تانيب ديال الضمير، تتقول واش نشري هذه الحاجه ولا غير نخليها، واش نقدر نكمل الشهر ولا غادي نطيح في الكريدي. الضغط تيكون يومي، واخا انت تحاول تكون ايجابي كيخليك ديما تبعد على المحيط ديال النمو. ولكن ملي تدوز ل 10,000 دولار تيوقع واحد التحول كبير في العقليه ديالك. ما تتبقاش غير تحاول تبقى عايش، كتولي تفكر كيفاش نكبر، كيفاش نتقدم، تبدا تطرح على راسك اسئله جديده. شنو نقدر ندير باش نزيد لقدام، شنو نقدر ندير باش نزيد الدخل ديالي، فين نقدر نستثمر ديال الفلوس ديالي باش تجيب لي فلوس جديده، شنو هي الحياه اللي بغيت انا بصح، شنو هي الخطوات اللي خصني ندير باش نوصل ليها. وهادشي هو السحر الحقيقي ديال الفلوس، السحر ديال المال. ملي كتولي ماشي مضطر انك تحسب كل دولار، تتعطي حريه العقل ديالك باش يفكر ويخدم على واحد المستوى عالي. تتولي تشوف واحد الصوره كبيره، تستثمر فلوسك في اللي مهم، وتتصرف على الحوايج اللي تزيدك قيمه، وتتبعد على الحاجه اللي تستهلكك. هنا تتشوف
ان الفلوس راه ماشي غير وسيله للعيش، ولكن هي وسيله للتقدم، للنمو، لتحقيق الذات. تتولي عايش وانت اللي سايق، ماشي الفلوس هي اللي سايقاك. دابا خصنا نهضروا شنو تيوقع ملي الفلوس ديالك تتولي خدامه ليك، تتولي خدامه لصالح. هنا ملي توصل 10000 دولار الفائده المركبه تتولي مهمه بزاف. واش عارف شنو تيوقع الا استثمرتي 500 دولار وخديتي عليها 7% كعائد مزيان كتربح 35 دولار؟ ولكن الا استثمرتي 10000 دولار راك دابا تتربح 700 دولار في العام، غير حيت الفلوس ديالك خدامين عليك. وهنا تيبان المعنى الحقيقي ديال الفلوس تتخدم. ملي تتجمع 10000 دولار كيبان المفعول الحقيقي ديال الفائده المركبه. ما تتبقاش غير فكره نظريه قريتيها في شي كتاب، ولكن تتولي كتشوفها خدامه بصح، تكون حاجه وتجربه تتبدل الحياه. بحال واحد الكره ديال 3 طيحتيها فوق واحد الجبل، في الاول تتكون صغيره وتتفرق، ولكن كل ما تدور مع الوقت تتكبر وتتكبر وتولي كبيره وقويه. ملي توصل 10000 دولار في هذه المرحله تتفلت من الخرافات الماليه، كتفهم انك الا بعتي على قوام ديال 4 دولار راه ماشي هي اللي غدير لك الفلوس. تتلقى راسك حبستي وبعدتي على اوهام والخرافات وركزتي على الاهم، كيفاش تزيد الدخل ديالك، كيفاش دير الاستثمار، وتتفهم الفرق بين تكتيك صغير واستراتيجيه كبيره. وهذه هي المرحله اللي تيقولوا عليها الصحوه الماليه. تتفهم ان الربح هو واحد اللعبه حقيقيه. الميزانيه عندها حدود، ما تقدرش تبني بها واحد الثروه بالاقتصاد، ولكن تقدر توصل بالاستثمار بالمخاطره محسوبه وبتزيد في الدخل ديالك. توصل ل 10000 دولار دابا تقدر تطلب زياده في الاجر، تخدم في واحد مشروع جانبي، تبدا تجمع واحد الثروه حقيقيه. الا مازال ما وصلتيش لهذا الرقم ديال 10000 دولار راه ماشي مشكل، ماشي عيب. انا ماشي هنا باش نحكم عليك، انا هنا غير باش نوضح ونعطيك بعض المعلومات. 10000 دولار هي اول فوز كبير في الحياه الماليه. خدم على واحد النظام ديالك، خليه اوتوماتيكي، خدم باش توصل لهذا الهدف، حط واحد الوقت معقول، ومن بعد غادي تشوف راسك وغتبدا تضحك، لان كل شيء ممكن، كل شيء تيبدا يطلع. تعلم مهارات جديده، زيد في الدخل ديالك، تعلم الاستثمار، تعلم انك تخبي الفلوس وخلي الفلوس هي اللي تخدم عليك. راه ماشي خاصك تكون عبقري باش توصل ل 10000 دولار، خاصك غير تكون مركز وعندك سبب واضح علاش بغيتي توصل. الفلوس راه ماشي غير راه هي حريه، هي راحه البال، هي بدايه ديال حياه جديده. تعلم تزيد في الدخل ديالك، تعلم الادخار، ثم دوز للاستثمار. الا كان عندك شي مشكل، الا كان عندك شي استفسار، الا كان عندك شي سؤال، خليه لي في الكومنت، دير ابوني. سلامه.